بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي ويا شفيعي يا رسول الله. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ وحشتوني كتير قوي. ده فيديو التورته او فيديو عيد الميلاد اللي انا كنت نزلته. هعرفكم طريقة عمايل التورته بطريقة سهلة جدا. لو اول مرة تعملي تورته او مبتدئة فيها، هخليكي تعمليها احسن من الجاهزة مليون مرة بطريقة سهلة وبسيطة جدا من غير مكونات ولا مقادير كتير. هنخش على الفيديو بتاعنا، هنصلي على رسولنا الكريم وهنحيي المتابعين بتوعي. ربنا يبارك فيكم ويخليكم ويديمكم نعمة في حياتي يا أحلى اخوات يا أحلى عيلة. أنا بحبكم جدا. شكرا على تعليقاتكم الحلوة وشكرا على كلامكم الجميل جدا. يا ريت اللي يدخل الفيديو بتاعي يا ريت يحط اللايكات علشان بترفع من الفيديو بتاعي. زي ما انتم شايفين كده، هنعمل التورته بطريقة سهلة وبسيطة جدا، ومقاديرها ومكوناتها موجودة عندنا في كل البيت. يعني لا هنقول دقيق اسبونش غالي ولا هنشتري تورته من اي محل غالي. يعني اقل تورته دلوقتي ممكن تعدلها 300 400 جنيه. انا عملتها بمقادير ما كملتش 50 جنيه معايا. ازاي؟ زي ما انتم شايفين كده. هنصلي على رسولنا الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي ويا شفيعي يا رسول الله. لو اول مرة تتفرجوا على الفيديو بتاعي او على القناة بتاعتي، انا اسمي ناهد. يشرفنا اشتراككم. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصلكوا اشعاراتنا بكل جديد بننزله. لو متابعيني حبايبي اللي بيتابعوني على طول وبيكتبوا لي تعليقات حلوة، يا ريت ما ننساش اللايك علشان بيرفع من قيمة الفيديو. معايا زي ما انتم شايفين كده. انا عاملاها بمكونات موجودة في البيت. معايا 6 بيضات. لو البيض بتاعك حجمه كبير يبقى 5 كفاية، وعليهم 3 اكياس من الفانيليا. ممكن تستبدليها بفانيليا سائلة بتديلها ريحة حلوة قوي، بتديلها برضو بتغير من طعمها. ومعلقة صغيرة من الخل وكوباية مية ومعلقة من محسن الجل وكوباية سكر، وهديلهم ضربة حلوة قوي. وما ننساش المحسن الجل بنحط معلقة، ما بنكترش. وهضرب الكلام الجميل ده كله مع بعضه حلو قوي. وهنزل بكوبايتين الا ربع من الدقيق، عليهم معلقتين من النشا وعليهم معلقة من كيك شيف. بيديلها ارتفاع وبيخليها حلوة قوي. هفضل اضرب فيها لمدة 7 دقايق. لو ما عندكيش مضرب او عجان مش هتعرفي تعملي الكيك الاسبونج. لو عندك مضرب يكون قوي زي المضرب بتاعي هنعمل الكيكة بطريقة حلوة قوي. هنفضل نضرب فيها لمدة 7 دقايق لغاية اما قوامها يفتح معايا والمقادير بتاعتي تتضاعف، ان حجمها يزيد معايا في الطبق او في البولة بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده. هفضل اضرب فيها لمدة 7 دقايق لغاية اما تبقى زي الكريم شانتيه وقوامها تقيل شوية كده زي الكريم شانتيه، وتكون بيضة وفاتحة وزايدة معايا. بعد ما ضربتها حلوة قوي في المضرب او بالمضرب بتاعي، معايا صاج. انا كنت عامله في صاج اللي هو العادي مش ألمونيوم. الألمونيوم ما بيخليهاش تتلسع معايا زي ما انتوا شايفين كده. هبطن الصاج بتاعي بورق زبدة ومسحة من الزيت، وهنزل بيه خليط الكيكة بتاعتي. ده كيك سبونج، لا دقيق سبونج بمكونات موجودة عندنا في كل البيت. ما كلفتنيش بجد، يعني اقل من 50 جنيه كنت عاملاها من البيت. زي ما انتوا شايفين كده هسويها في الفرن. هتاخد لها ربع ساعة بالظبط على نار هادية. انا بعمل في فرن عادي. لو انتي هتسويها في فرن في تايمر على 180 لمدة 12 دقيقة. قطعتها متساوية كده 3 قطع زي ما انتوا شايفين كده. وعملت الكريم شانتيه بتاعي. كريم شانتيه حطيت كوباية كبيرة من كريم شانتيه، عليه نص كوباية او 3/4 من كريم باستري، وحطيت عليه نص كوباية من السكر. لو عايزة تخليها مسكرة قوي هتضيف السكر بزيادة، السكر حسب رغبتك. وهضربه بمية مثلجة او حليب لو عايزاه غني وطعمه غني كده وطعمه حلو. هتنزلي عليه لبن، حليب ساقع متلج او ميه زي ما انا عملت. وزي ما انتوا شايفين قوام الكريم شانتيه معايا تقيل وحلو قوي في الكيكه بتاعتي. بعد ما قطعت سبت الكيكه بتاعتي بردت وقطعتها وعملت الكريم شانتيه بالشكل القمر اللي انتوا شايفينه دوت.
أنا عندي لوح خشب قُلت أعمل عليه علشان ما عنديش القرص الدوّار بتاع الكيكة، لإن أنا مش باشتغل كتير في الكيكات. لو عايزينّي أشتغل كتير في الكيكات وفي التورت وفي الكلام ده كلّه، يا ريت تبعتوا لي، تكتبوا لي في التعليقات، وإن شاء الله هاعمل لكم ملف كامل عن الحلويات بجميع أشكالها وألوانها. زي ما أنتم شايفين كده، معايا المشط بتاعي هادّي لها تخطيطة من الجنب تدّي لها شكل حلو أوي، علشان لمّا ننزّل عليها الشوكولاتة السايلة من الجنب تدّي شكل حلو أوي. زي ما أنتم شايفين كده سيّحت شوكولاتة بمعلقتين من الزيت، ونزلت عليها على الكيكة بتاعتي كده من الجنب تدّيني شكل حلو كده، ونزلت بالكريم شانتيه روزيتات كده. زي ما أنتم شايفين كده التزيين دوّة لعبتكم هي اللي بتحلّي الكيكة وبتدّي لها شكل حلو. الكيكة عادية وطريقتها سهلة جدًا، جدًا، لكن التشكيل دوّة زي أي محل بيبيع الحلويات بتدّيكِ الشكل اللي أنتِ عايزاه أو اللي أنتِ حابة إن أنتِ تطلّعيها من إيديكِ حلوة. زي ما أنتم شايفين كده قسمت الشوكولاتة شوكولاتة بيضا وشوكولاتة بالحليب زي ما أنتم شايفين كده، ونزلت على الروزيتات اللي أنا عملتها بالكريم شانتيه. عندي كريسبي ألوان، بدأت إن أنا أدّي له شكل كده، شكل حلو كده يدّي شكل جميل معايا. زي ما أنتم شايفين كده بتدّي لها بهجة كده. آآ عملت شوكولاتة سيّحتها على الرخامة وقطّعتها تدّي شكل قشور كده، وزيّنت بيها الكيكة بتاعتي من على الوش، وبشرت شوكولاتة بيضا وعملتها في الجنب الشوكولاتة البيضا. دي شوكولاتة بيضا مش جوز هند، بشرتها بس طلعت ناعمة شوية. وزي ما أنتم شايفين طريقتها سهلة وبسيطة جدًا. يا ريت ما ننساش اللايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.